بسم الله قاسم الجبارين وناصر المستضعفين ورب السماوات والأرض ورب جهنم ورب البراكين ورب الحق تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لم يعد بالإمكان أن نتحمل هذه الوضعية، وضعية التهجم على أبناء ومقرات حركة النهضة وحرقها في الشوارع تحت أنظار الأمن، ليس هناك من معناها يتحرك للدفاع عن هذه المقرات. لم يعد لنا بد من الدفاع على أنفسنا. هذا المقصود به ترذيل وتبهذيل حركة النهضة وضرب صورتها وسمعتها عند الناس، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه والتمادي في السكوت عليه. فهمتني؟ هذه الكلاب المسعورة لا ينفع معها شيء غير أن تلقم حجرة، أن تدمى أمام مقراتنا. نعم، من يهاجم مقراتنا، من يدوس حمانا، لابد أن يردع إذا لم يقم الأمن بواجبه. معناها أغبى الأغبياء يفهم أنه إذا كانت ثم تحركات هناك احتمال أن تقصد هؤلاء الفئات الضالة الكلاب المسعورة أن تقصد مقرات حركة النهضة لتنتقم منها. بالتالي علاش الأمن ما يحميش المقرات هذه؟ علاش الأمن ما يحميش المقرات هذه؟ ثم مش المرة الأولى تحرق مقراتنا. القضاء شبيه راقد ما يخدمش على روحه، شبيه ما يعملش اللازم. احنا ماناش توانسة، ماناش بشر، ولا ما فيناش دين باش ندافعوا على انفسنا، ولا ما عندناش دم باش نغيروا على مقراتنا وعلى سمعتنا وعلى حركتنا. فهمت؟ هذا مش معقول، هذا مش معقول، ولا يمكن التمادي في السكوت على هذه الوضعية. جزء من هذا تحمل قيادة الحركة اللي ما اخذتش القرارات اللازمة لمواجهة هذه الاعتداءات السافلة الهابطة من الفئة الضالة، من الفئة الواطية، حشاكم اللي ما تحشمش، المنحرفة اللي فارغة ما بقى عندها حد شيء، ما بقى عندها ما تقدم للمجتمع غير العنف والدم. متى يحرر الطل كان الكيلو. فهمت؟ ما نعملوش فيها معتدلين وعقال ومناش متاع عنف ومناش تمسخير. هذا كله كلام فارغ، هذا كله كلام فارغ. علينا أن ندافع على مقراتنا، علينا أن ندافع ونستميت للدفاع عن مقراتنا. من مات دون ماله فهو شهيد، وذلك مالنا وذلك حمانا وذاك عرضنا وذيك سمعتنا. وعلينا أن ندافع على أنفسنا، علينا أن ندافع على مقراتنا، علينا أن ندافع على ممتلكاتنا، علينا أن ندافع على تنظيمنا. ما عاد يسعنا السكوت، ما عاد ينفعنا السكوت، ما عاد يسعنا السكوت. فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. ما ثماش شكون أشطر من ربي سبحانه وتعالى، ولا أفهم ولا أقدر منه. فهمت؟ ونعم بالله. فلنتعبد لله عز وجل بهذه الآية الكريمة، فلنتعبد لله بهذه الآية الكريمة. ما نظلموش الناس، ما نهاجموش الناس، ماناش متاع فتنة ومتاع دعوة للاقتتال وللعنف. لكن اللي يجينا لدارنا ويهد علينا المقراتنا ويحب يحرق مقراتنا ويكسر تجهيزاتنا، نكسروه توصل وين توصل. نعم، ولا ماناش رجال وماناش بشر وما نستحقوش أدنى احترام، ولا مكان لنا مش في تونس، لا مكان لنا فوق الأرض. بطن الأرض أولى لنا من سطحها. الموت ولا المذلة، الموت ولا الهوان. فهمت؟ ما تظلم حد، ما تعتدي على حد،
كلمه بالتي هي احسن. اللي يطلع شوي في الغش ولا في كلام موقوفه حيز كلام مش مشكل، اصبر وصابر معليش وادفع بالتي هي احسن. اما انه يمد ايده فيك وما هيش المره الاولى، اعذرنا وعدينا وصبرنا وشكينا. ولا حياه لمن تنادي، لا حياه لمن تنادي. لا المعتدي ارتدع وفهم روحه وجنبنا بلاه، ولا الامن خدم خدمته، ولا القضاء اخدم بخدمته. فهمت؟ وبالتالي لم يعد هناك بد من الدفاع على مقراتنا. وجربوها، اعلنوا اللي نحن اللي جينا لمقرنا راهو ممكن يخلصها غالية. اعلنوها وشوفوا شكون الجبان اللي مازال يقرب من مقراتنا، واستعدوا لذلك. استعدوا للدفاع على مقراتكم، واعلموا الامن، قولوا اجا دافع على مقراتنا. واذا ما تدافعش انت على مقراتنا رانا نحن باش ندافعوا على مقراتنا. ووثقوا الشيء هذايا، وثقوه الشيء هذايا بالتسجيل وبالمكتوب، وثقوه. فهمت؟ حط روحك غدوه باش تقف قدام القضاء. فهمت؟ قل له راني قلت للامن اجا احمي لي مقراتي. فهمتني؟ بعد هذا الكل اللي يجيك لمقرك ويعتدي عليك صفي معاه حسابك. انا هذا رايي، انا هذه قناعتي. ما عادش ممكن انه نسكتوا ونحن قاعدين نتبهدلوا بالدرجه هذه. كل مره تكسر كرايم واحد ودمومات تجري وحرقان وممتلكات ووثائق وداريات، فهمتني، تحرق في الشارع والناس تتفرج. فهمتني؟ ونحن عاملين فيها عاقلين، يعني نحن ملايكة نمشوا على الأرض. مش هذا الإسلام، ما هوش هذا الإسلام. فهمت؟ المسلم العليليش اللي مطربق راسه ويستنى في الجزار يجزروا ما هوش مسلم. فهم غلط الإسلام. إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. نعم، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. اللي يعتدي علينا نشعلوه، نصبروا عليه مرة واثنين. لكن إذا كان ذلك ديدنه وتكررت تجاوزاته واعتداءاته لازم يذوق حرارة يدينا، لازم يذوق حرارة يدينا باش يعرف روحش ايش يعمل المرة الجاية. فهمت؟ هتحمل مسؤوليتي أنا في هذه الدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.